يا اسطى؟ اركب يا باشا. مصر الجديدة جيم مجانيسو لو سمحت. ما شاء الله، نفخ ولا طبيعي ده يا باشا؟ طبيعي يا اسطى، كله طبيعي. فكرتني بأيام ما كنت عامل فورمة الساحل، كنت بخش الحرب الورد بسبب مجانسي وترابيسي. انت كنت بادي بيلدر ولعبت كمال اجسام قبل كده؟ امال اللي قدامك ده كان مصنف رقم 1 في كمال الأجسام في الساحات الشعبية في بولاق وأبو العيلة والسبتية. ما يغركش الشكل، كلها بروتينات وعارفة بعضيها، بس للأسف بقى ايه، ما بقتش اخش الحرب الورد. مفهوم طبعا. حسيت؟ لا، عزلت. نعم، ليه؟ سبت البيت وشفت لي حته ارخص، الفواتير والاقساط نحلت وبري واكلت عضلاتي يا باشا، شكلك مش مصدقني. مش القصد، بس كمل يا اسطى. انا اول ما اتجوزت الوليه مراتي، يا رب خدها وريحني منها يا رب، ما كنتش قادر على طلباتها. بالنهار طلبات ما بتخلصش، وطلبات بالليل برضه ما بتخلصش. انت فاهمني طبعا، ها؟ ايوه. اضطريت اسافر دبي عشان اكفي طلباتها وهو اخد فترة استجمام وراحة. واشتغلت ايه في دبي بقى؟ فرد امن؟ اشتغلت سوبر دايفرز. ايه؟ كنت غطاس محترف في دبي لمدة 3 سنين، اغطس في اعماق البحر هناك. نص مشاهد الافلام اللي اتعملت تحت البحر محسوبك اللي عملها. في مرة وانا بصور تحت المية، هوب لقيتني فيس تو فيس مع سمكة قرش رزلة، يا دوب نفخت لها عضلة المجانس، خافت وهربت. القرش خاف منك انت؟ امال حاسك مش مصدقني يا باشا. مش القصد، الغطس ده محتاج تدريب وشهادات دولية معتمدة. عوم الترع والمصارف مش زي عوم البحر يا اسطى. ما انا كنت فاكر زيك كده بالظبط. كمان دول بيقبضوا بالدولار، بيكسبوا حلو جدا. كنت بقبض 3000 دولار في عين العدو، بس انا سبتها خلاص. ليه بقى؟ للأسف ما لقيتش شغتي فيها. قصدك شغفي؟ شغف مش شغت، الشغت ده بواقي اللحمة. هو اللي بتقول عليه ده. يعني رجعت مصر الولاية مراتك؟ لا طبعا، انا قلت ادخل تحديات جديدة في حياتي. رحت ليبيا اشتغلت مهندس طرق. محسوبك دبلوم زراعة، بس واخد كورس رصف وتسفيت. شكلك مش مصدقني يا باشا. رصف وتسفيت دي حاجة عظيمة خالص، ورصف الطرق صعب على كده؟ امال مش اي حد يعرف يمهد طرق في صحراء ليبيا. كنت بشرف على مشاريع ضخمة، بس للأسف حصلت مشاكل، مش مع الطرق. امال مع مين؟ مع الجمال اللي بيعدوا الطريق واحنا في نص المشروع. تخيل تقعد ترسف شارع بحاله وفجأة تلاقي جمل معدي وراح مبوظ الطريق قبل ما ينشف. ينشف؟ انت متأكد من حتة ينشف دي يا اسطى؟ طب ما كنتوا تنفخوا عليه يا اسطى، انا ينشف بسرعة. عشان كده لميت شنطتي ورجعت من السفر دايب من الفراق. اكيد رجعت للولاية مراتك يا عم عمرو دياب. اعوذ بالله، حد يرجع للقضا برجليه؟ انا رجعت على الاولمبيات. اولمبيات؟ تعمل ايه هناك؟ انت تعرف رانيا علواني واحمد برادة؟ اكيد، دول ابطال واخدين ميداليات اولمبية. يبقوا دفعتي في مدرسة الاولمبيات. مدرسة الاولمبيات الثانوية بنين، صح؟ هم كانوا سباحة وسكواش، ومحسوبك عداء مسافات طويلة. مش بقولك شكلك مش مصدقني يا باشا. على كده كسبت حاجة في الاولمبيات؟ كسبت نص ميدالية. نص ميدالية ازاي يعني؟ كنت بتسابق انا وعيل افريقي طوله 2.5 متر، ووصلنا خط النهاية سوا. قامت اللجنة قسمت الميدالية بينا بالنص. وطبعا بعت نص الميدالية واشتريت بيها التاكسي ده، صح؟ اسم الله على نباهتك يا باشا. ايوه كده، لغيني، خليك معايا على الخط. طب واقف عند الخط اللي جاي هناك ده، قلت لي بقى انت اشتغلت غطاس ومهندس وبطل اولمبي وسواق بعد الدور، صح؟ امال محسوبك 7 صنايع. فكنا يا وحش، والنبي بطل الهزار التقيل ده. قلت لي بقى انت شغال غطاس ومهندس، وشغال ايه دلوقتي؟ حاليا شغال فريلانس تسويق رقمي على شوية تصميم جرافيك، وبعد الظهر بلقط رزق بالتاكسي. اصل بحب الحرية والانطلاق والجري في الحياة. طب وحياة امك لا جريك جري الوحوش في الغابة؟ انت مش كنت عداء مسافات طويلة؟ امال. طب خد نفس عميق بقى عشان اوديك مصر الجديدة جري.
اقف يا وحش، انا بهزر والنبي والنبي يا وحش، والله مسميني في الحاره عبد الستار الفشار. خلاص يا وحش والنبي، يا باشا يا باشا يا باشا، مش هقدر اجري يا باشا يا باشا.